وهنا خليني أعرفك الآثار الجانبية للمصل أو أضراره، وبنقسمها لنوعين. بالنسبة للآثار الجانبية الشائعة والخفيفة، فدي أكتر الأعراض اللي بتحصل بعد التطعيم وبتكون طبيعية تماما، لأن الجسم بيبدأ يبني المناعة، وعادة بتظهر خلال أول 24 ساعة وتختفي في يوم أو يومين. زي إيه؟ زي ألم أو احمرار أو تورم في موضع الحقن. تفاعل بسيط لأن الخلايا المناعية بدأت تشتغل في المكان اللي دخل فيه اللقاح، وبيحصل كمان زيادة تدفق الدم والخلايا المناعية للمكان. كمان صداع أو تعب عام، الجسم بيستهلك طاقة في تكوين الأجسام المضادة وده طبيعي جدا. كمان وجع في العضلات أو المفاصل، بيشبه الإحساس بأعراض برد خفيفة وبيختفي غالبا في خلال أيام. كمان ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ودي من علامات نشاط المناعة وغالبا ما بتعديش 38 درجة. كمان غثيان أو دوخة خفيفة ممكن تحصل لبعض الناس بسبب توتر أو تفاعل بسيط من الجسم ومش خطر. طيب إيه بقى الآثار الجانبية النادرة جدا؟ بتحصل في حالات قليلة ولكنها محتاجة متابعة لو ظهرت، والأطباء بيطلبوا منك إنك تستنى من ربع ساعة ل 30 دقيقة بعد التطعيم عشان يتأكدوا إنك بخير. زي إيه؟ زي طفح جلدي أو حكة، تفاعل تحسسي بسيط ممكن يظهر على الجلد ويختفي بسرعة. تورم أو ألم شديد في موضع الحقن لو استمر أكتر من 3 أيام أو زاد الألم فالأفضل تراجع الطبيب. كمان لو في تحسس قوي جدا زي تورم في الوجه أو صعوبة في التنفس وده نادر، ولكن لو حصل لازم تروح الطوارئ. كمان إغماء أو دوار شديد وده ممكن يحصل بسبب انخفاض ضغط مفاجئ أو خوف من الحقن وغالبا بيكون مؤقت جدا. ولكن خد بالك إن الحاجات دي نادرة جدا واللقاح يعتبر آمن بشكل كبير ومعظم الأعراض بتكون خفيفة ومؤقتة.